لو ما ذاكرتش هتفضل جوه مصر. كل ما انزل منشور بنفس السياق ده تلاقي ناس في التعليقات عماله تقول لي حتى لو ذاكرت هتفضل في مصر. يا حبيبي انت بتتكلم على الجي بي اي بتاعك ده مش هيفرق معانا في اي حاجه، حتى لو انت خريج بدرجه مقبول ده مش هيفرق اي حاجه في السفر. تمام. فاللي انا بتكلم عليه في المذاكره ان كل بلد انت عايز تسافرها، سواء عايز تسافر خليج، عايز تسافر اتحاد اوروبي، عايز تسافر امريكا، كل بلد لها متطلبات. المتطلبات دي يعني كلهم مشتركين في ان هم انك انت توثق الشهاده بتاعتك وان هي تبقى معترف بها من جهه حكوميه، سواء جامعه خاصه معترف بها من المجلس الاعلى للجامعات او جامعه حكوميه. تمام. وطبعا المعاهد برضو اللي هي معتمده. والحاجات التانية بقى، سواء اذا كنت هتاخد لغة او تعمل معادلة او تعمل امتحان زي البرومتريك او الهاد، على حسب كل مكان انت رايح ليه. وممكن تعمل الاتنين مع بعض. انت بتشوف المناسب وتعمله. طيب امتى ابدا اذاكر؟ انت ممكن تبدا تذاكر لو انت من اول الامتياز. من اول الامتياز بتشوف انت بتحدد وجهتك فين، رايح خليج، رايح اي حاجه من اللي انت عايزها، وتشوف المتطلبات بتاعتهم ايه. لو كانت لغه ابدا في اللغه من بدري من الامتياز. لو كان امتحان ممكن تذاكر فيه برضه اثناء الامتياز، بحيث ان انت اما تخرج توثق شهاداتك وتستلم الحكومي بتاعك، تقعد لك بقى فتره بسيطه وتبدا في الاجراءات لحد ما يجيلك فرصه وربنا يسهل علينا وعليك. بالتوفيق للجميع. انا حبيت بس اوضح النقطه دي.